على مسك. رجعنا من جديد في سبور ميكس الجزء الاخير من الحصه نتاعنا اليوم. المخرج غدرني بالرجعه حتى الكاسك ما رجعتهاش، او سي ذاكر خلينا نحيوها مساش الكاسك. قالوا المخرج غدرني بالرجعه. ايوه الكاسك هاو سي ذاكر انا شو مدخل انا رجعتك خاطرك اكثر واحد نشكيلك منه. نقول لك سابوتاج هذا سابوتاج. باهي معنا ذاكر الوادي في البلاتو، طارق زيادي ايضا اكرم الهمامي ومروان قاره. مادام كنا نحكيو على البطوله العربيه والعرب، ذاكر امبارح مقابله قطر والسعوديه والامارات اللي كنا نحكيو عليها ما كانتش عاديه. ايضا مقابله السعوديه والعراق شفنا فيها برشا كوره، لكن لك انا بعث لي في فيديوهات انت هاو باش نحطوا كل شيء بالفرشه اللي صار. الحق مش عادي بين الجماهير قطريه. تفرجت برشا فوضى كانت في المقابله. تفرجت مروان؟ المستمعين اللي باش يحكيوا عليه برا تفرج. طايح اكثر من واقف من جبايب ساعه ما نجموش يجريوا، ما نجموش يجريوا وتشد معناتها مانيش فاهمين شنو صار. ماركات قطر اخر وقت مشاو للجماهير ضربوا ساعة بابز. انا عمري ما ريتها في الخليج، ريتهم متبابس في التيران. لا ولاو زملاء باش يعملوا باش يدخلوا الويكلو تو في الخليج ظهر هيك عاد بالمراحل صار تصدير نتاع صدرنا له نتاع الدخلات نتاع شويه الغناء بداوا يتحسنوا في الغناء. هو الجو بيناتهم قطر والامارات ديما مكهرب بشويه. لو العلاقات رجعت وشباب لكن ديما مكهرب شويه. عمرها ما خلطت للفوضى اللي ريناها. هو مصور صحفي الغريب انه هو كان سبب في الفوضى. هو سبب في الفوضى هذيك الكل. حتى امنيا ما عندهمش التجارب. صحيح تلقى امن الرياضي مكتوب وكذا مع مع لا امن فما استدية لابسين امنيين موجودين. امن موجود، ما مش عارفين ايش يعملوا. معناتها حاجه جديده عليهم. وحمد لله الفريق القطري معناتها طلب السماح ومعناتها يمكن بردت الامور شويه. حتى اللاعبين هم فضلوا المشكل في بعضهم. حتى هما كي حاطين الملعب حاجه جديده بين اللاعبين مش عارفين روحهم شنو باش يعملوا. البارح نتفرج وبعثت الاسلام. انا نعرف نمشي الخليج، نعرف معناتها مستحيل باش تلقاها الفوضى ذيك. ضربين بابس تهبطوا حبوا يضربوا جوارات بورتابلو حبوا يهبطوا معناتها هبطوا للاعبين. الحمد لله الفريق الوطني منا ومنا اصحاب معناتها ما كبرتش الفوضى كما تصير في برشا ملاعب. لكل حاجه جديده ما نتصورش باش تكمل مصدوم ذاك والله مصدوم. نعرفهم منيح على خاطر احنا نقول لك حاجه مروان. دوما بدات الكوره في الخليج وهو اكرم يعيد لي كلامي. راهو اصعب حاجه تلقاها كمدرب ولا انت كمسؤول، لانه انا غادي نعمل في التأطير العام باش تعمل له الشحنه المعنويه. علاش؟ لانه كان باش تجي تمسه، لانه الشحنه كيف تصير؟ هي تمس لي بوان في البشر. تبدا في المحاضره بتاعك ولا في الديسكور تمسه في الحاجات اللي توجع باش تحييه. تمس طفل 17 سنه باش نقولوا مستقبل. نشاهدوا في الصور تفرج في الشاشه الجو تو تشوف واحد بالجبل كيفاش تعمل. استنى حاب ينقز البريد ذاك كمل مش باش نعلق عليهم. خلي يتعدى وكاو. تسمع مروان باش تجي تمس اللاعب كيف في تونس تمس له الفقر، تمس له الاموال، مستقبلك. هذيك لاعب 18 سنه يسوق بسياره ب 500 مليون. دونك الموتيفاسيون مش سهله. كيفاش تعملها له؟ معناتها فما شحنه لازمك تكون سبيسيال. علاش مروان؟ غادي عندهم حاجات كنت تعيش معاهم وبالحق راهو تتعب من الاول باش تخدم معاهم، سورتو في الملعب وفي الكواليس. يبدا خاسر 4 في الملعب نتاعو يجي يسلم عليك يبوسك معناتها، ولو مانيش طالبين باش يضربوا، لكن اكل الميساج باش تعديه له بالعينين، باش تعدي وستاف سخون ويبدا يجيك يقول لك يا كابتن راه خذهم بالسياسه. ما انت يتعب. علاش قلت لك ولات حتى هذه الشحنه موجوده في الجماهير، لانه الهدف ولونجو كبير. صحيح لونجو كبير والهدف في اخر وقت اللي ومشات في الليكسي شويه. اكيد احنا في اي بلاد احنا ما نشجعوش. مستغرب منها هذه، مستغرب منها ونتيجه بها ولات الشحنه. تبقى تفضل. تبقى راهو كيما نقولوا الدوام ينقب الرخام. ايش معناه في بلدان الخليج عامه، قطر السعوديه عندهم برشا يحاولوا بشتى الطرق وانه تصير الامبلونتاسيون تاع
نتاع كرة قدم كبيرة عندهم، نتاع جماهير. لا السعودية مش كيف قطر يمكن، اما السعودية مغرومين برشا بالكرة ومجانين بالكرة. خليني نفسر لك فكرتي. هما مغرومين بالكرة، اما لانهم يجيبوها لبلادهم كيما يحبوا هما على الطريقة الافريقيه المغاربيه كانت تحب، المصريه الاوروبيه حبت لهم برشا وقت. توا قاعدين يوصلوا للدوغري هذاك، وذاك بالمداومه نتاعهم، معناها حطوا الفلوس اللازمه باش يوصلوا للشيء اللي هما يحبوا عليه. اليوم يلزم كل حاجه باهيه توصل لها عندها سلبياتها. توا باش يتعلموا هما كسلط وكأمنيين كما قلت انت، باش يتعاملوا مع الاشياء السلبيه اللي جات مع الحاجات الباهيه. في هذه برك مروان، السعوديه افروزيتيك اللي ذكر عام 90 91 الكلوب، جماهير في السعوديه راهو تابعه جابون، تابعه اسيا الاخرى، مش تابعه الخليج. كيفاش قلت لك معناها اكرم قطر والسعوديه اليوم ضمنوا تاهلوا من المونديال البارح. بالبيع نحكي 7 منتخبات عربيه في المونديال، تنجم تكون 8 قد فما ملحق باش تكون فيه العراق وايضا الامارات، لكن المهمه صعيبه برشا حق. لكن نحكي على 7 اول مره في التاريخ 7 منتخبات عربيه ينجموا نستناو حاجه منهم في المونديال كيما المغرب على الاقل في المونديال الماضي، والا صعيبه المفاجاه باش نكتفي بالمشاركه فقط. بالنسبه للانديه الخليجيه ما نتوقعش باش تصير مفاجات كبيره. اللي صار مع المنتخب السعودي في وقت سابق، لكن جات على مباراه او 2 ضد المنتخب الارجنتيني كما قال لي كان يحكي ذاكر توا. هما السعوديه ظل بلغت الدور الثاني في 94 اي ما نحكيو ما نحن فريق باش يوصل الكاس العالم الاخيره. السعوديه فاز على المنتخب الارجنتيني ونقولوا ترشح للدور الثاني. حاجه اليوم الانديه المنتخبات الخليجيه لا ما ترشحش، فاز هو الانجاز نتاعو انه فاز على الارجنتين بطل العالم. اي بطل العالم. الان المنتخبات هذوما الخليجيه باردين شويه كما نقولوا احنا، ردة الفعل نتاعهم ممكن تكون على مقابله، ما تنجمش تكون على مقابلات. يعني المطلوب في كرة القدم الحديثة اليوم انك تكون جاهز بدنيا تكتيكيا وذهنيا، وخاصة انك انت فمك الروح الانتصارية ذيك لازم تكون. الرغبة هذه نجم نلقاوها اكثر في الاندية او المنتخبات، خلينا نقول المنتخبات الافريقية شمال افريقيا. حتى راهو قبل في وقت سابق كنا نتابعوا في نيجيريا وغانا كانوا يمشيوا لكاس العالم، وكانوا اليوم نتوقع انه ممكن كان بتجي مفاجأة في الترشح للدور الثاني. ان شاء الله نقولوا تونس، نتوقع المنتخب المصري. ما عادش مفاجأة برشا تونس راهو معناها ما عادش صعوبة كما ما عادش صعيبة كما قبل راهو مع الدور الثاني معناها بعد زيادة عدد المنتخبات ماهيش مفاجأة كبيرة. طبعا على حسب ما نفهم مع 12 بول ظل في الأربعة ولا؟ نورمالمون ما عنديش فكرة على ما نتصورش يزيدوا في النومبر. بالنسبة لك أنت طارق شنو هي قراءتك المشاركة العربية أول مرة 7 منتخبات عرب في المونديال؟ مشاركة باهية بالنسبة لي أنا، لكن لازم من بعد كاشي في الكوب دو موند هذه لازم مش توصل للعالمية، لازم تحضر روحك، مش تمشي باش المشاركة أقل شيء. أنا ممكن ليزيكيب توا اللي ظاهرين نحكي على ممكن المغرب، فما الجزائر، فما مصر، هذوما السعودية زاد متنجم بليزوموا، هذوما 3 ولا 4 فرق اللي ممكن تتصور باش معناتها باش يعملوا بريستاسيون باهيه، سواء يترشحوا ولا ما يترشحوش. المفيد به معناتها يعمل لك 3 ولا 4 ماتشوات باهين، دونك معناتها يعطي فكره معناتها على البطوله العربيه، البطوله معناتها في البلدان العربيه، والا معناتها في لي شامبيونا نتاعهم، خاصه معناتها في السعوديه اللي ولت معناتها الشامبيونا نتاعها. الهلال السعودي اعطى معناها وجه في كاس العالم للانديه جيد جدا معناها. هذاك علاش قلت لك السعوديه ممكن السعوديه من اكثر المنتخبات اللي الحقيقه نتصور، حتى المغرب زاد المغرب الحقيقه راهو بالحق البارة عاليه اللي حطتها المغرب ديمي فينال الحقيقه كمغاربه نتصور نفسيا عليهم. حتى الايفان نتاعهم في كاس العالم يا اخي عملوا ديمي فينال، حطوا برشا فلوس في الفورماسيون. تشوف المنتخبات الشبان نتاعهم حطوا برشا فلوس في الفورماسيون نتاعهم كوب دو موند عادي، حاطين مليارات ومليارات على الفورماسيون. السونتر نسيت اسمه، وجابوا دي سبيسياليست دو رونومي مونديال راهو باش كونوا شبان باش لقينا لاعبين كيما اوناحي، باش يخرج لويس انريكي يقول نمرو 8 نتاع المغرب راهو هبلني معناها. أقوى حاجة خدمتها المغرب على قاعدة
اقوى واحده في شمال افريقيا، البنيه التحتيه على قاعده. الاحتراف نعطيك اكزامبل 2007 جبت وقت بدودان جاي لتونس، وقتها بداو بثلاثه لاعبين محترفين 2007 اللي احنا من 98 وبداو يدرسوا الاحتراف، عملوه حتى لي كونترا بداو بثلاثه، وبعد بداو بالاجانب برك، وبعد زادوا عليهم 3 مغاربه، وبعد زادوا عليهم 10 وبداو يجربوا ويشوفوا. لكن هذا كل مع بعد ما قدوا البنيه التحتيه كامله من خاطر هذاك من الفورماسيون من الفورماسيون والبري فورماسيون، وبداو الخدمه الصحيحه، لانه اللاعبين المغاربه في الوقت هذاك يتخرجوا اماتور، تخلص له بريم دو فورماسيون نتاعو يجيبوه في كل وقت ما عندوش عقل. يتفاعل معنا وصاحبنا عصام الزيناوي موجود بحثنا في البلاتو، يقول لي من 48 منتخب على نظام كاس العالم في 2026 تعداو معناتها نجم تربح تروح تتعدى تكون موجود في الدور الثاني، خاطر ينجموا حتى يتعداو زوز من كل مجموعه، واحسن فوادف ينجموا يكونوا معناتها الاوبجيكتيف تاعنا لانكاري تربح ماتش لانكاري. احنا خبر كنا باش نحكوا عليه يوم امس ما كفناش الوقت، اجلناه شويه لليوم. خلينا ناخذ تعليق من عندكم. هو بيان اعتذار في الصفحه الرسميه لنادي حاجب العيون، نشوفوا قدامنا في الصفحه. مروان خلينا ناخذ تعليق من عندك انت. مدرب في صنف الاصاغر اجبر ملاعبيه بعد ما خسروا ملاعبيه حاجب العيون قدام الجي اس كا، هبطها من قبل مدينه حاجب العيون من كار 10 كيلومتر، قالوا كملوا على ساقيكم. هذه معناتها غريبه اخرى في الكره التونسيه كعقوبه لهم على هزيمه، هبطهم قبل 10 كيلومتر من المدينه. لا يستقيم. لا يستقيم. علاش؟ ببساطة الصغار ذوما راهم تحت مسؤولية الجمعية في الوقت هذاك، لا قدر الله صارت أي حاجة الواحد معناه هو بالحق داخل في باب الاستهتار، معناها حاجات اللي ما لازمش تصير حتى مع السينيور، ما تصيرش. اخر مره نفكر بتتر صارت مع السينيور رئيس الكوت ديفوار عام خرجناهم عام 96 من كاس افريقيا، عداهم الجزرنا، عداهم ميليتير هذوما معناها شبان صغار على ذمه الجمعيه مسؤول عليهم، صحين دي ليسونس معاك، معناها حتى صارت حادثه في الهوند هكا عمناول، مش هكا صارت في الهوند؟ ما عنديش فكره. ما نتفكرش. اما يعني معناها لا قدر الله صارت حاجه، معناها المسؤوليه على عاتقك انت. هذا اعتذار، سمعنا اعتذار من الاولياء ولا توضيح؟ باش نجيب لك، خلي يكمل باش نجيب نستنى في الافكار. انا كان جزائيا يحاسب، كانت الجمعيه جزائيا تحاسب، كان لا قدر الله تصير حاجه بشويه يا طارق بشويه، لحظه اصبر. قال لك يتحاسب. اي اكيد يتحاسب، ما شنو هذوما خساش صغار. مثلا في مثلا ما عادش صغارك في الليسي، نوعيه العقاب غلطه. شنو نوعيه العقاب؟ نوعيه العقاب مادام مزروبين يا جماعه، مزروبين احنا نحكي في انا الاساس انه يتعاقب. هذا بيان اعتذار في صفحه رسميه لحاج نادي حاجب العيون، خاطر الاولياء تغشوا برشا من اللي صار لاولادهم، بيان اعتذار. وايضا تمت اقاله المدرب المعني بالامر من مهامه في الفريق. بالنسبه لي انا اللي اقاله ما تجيش، لكن النوعيه نتاع فوت بروفيسيونيل طارق، لا حقيقه كل واحد كيفاش يعاقب. نحكي لك كل واحد كيفاش يعاقب. نوعيه العقاب هي غالطه تنجم تكون، لكن علاش عاقبهم؟ ما لازمك تعرف انت علاش عاقبهم. خاطر خسروا ولا هذه علاش خسر؟ لا خسروا، لا مش مشكلته انه خسروا، فما برشا حاجات اخرى. عندك تفاصيل انت؟ ما عنديش تفاصيل. انا قلت لك شنو تقول لي عنده تفاصيل؟ معناتها ما عاقبهمش. استحاله مدرب يعاقب اللاعبين على خاطر خسروا، خاطر هما مروحين في الكار وصارت برشا حاجات. تخمين ولا معلومه؟ صارت برشا حاجات في الكار، دونك هو عاقبهم مش على الخساره. واضحين؟ تعاركوا في الكار يا اخي. تعرف انت صغار، اعطينا معلومه كان عندك. هذوما لاعبين صغار معناتها في سن معناتها مراهقه، في سن كذا، وتعرف انت مروحين في الكار وتصير برشا حاجات. يصير العرك السب مش على كذا، ماهيش على الهزيمه. ماهوش على الهزيمه. لا ماهيش على الهزيمه. واضح. لكن انا مع مروان في نوعيه العقاب. نوعيه العقاب ما تجيش انك انت معناتها لاعبين معناتها تحت مسؤوليتك وتخليهم معناتها يمشيوا 10 كيلومتر. أنا وضد الجمعية إنها تنحي المدرب. شنو تنجم كانت تكون العقوبة للمدرب مثلا على الغلطة اللي عملها؟ ينجموا ينبهوا عليه، ينجموا يعطوه مثلا يحكيوا معاه بالضبط. نفس طارق عندي حتى المعلومات أنه صارت شوية تشاجر ولا شجار بين اللاعبين في الحافلة، وفما نقلات. ما نعطيك المعلومة واحد ما توجدتش. فما شنو
فما ممكن هواتف ما توجدتش لبعض اللاعبين سرقه زاده فما بعض هذه مؤكده هذا اللي شفته انا ساعه مؤكد باش ما نعطيك معلومات 90% صح. لا ما نقولش 90%. لحظه احنا في لحظه ساعه احنا قدام ميكرو يا معلومه مؤكده وثابته نقولوها خاطر بحال كيما هكا تمس من جمعيه مختلف تمس من جمعيه كامله. كان عندكم معلومه ثابته في اللجان الكل يصير بالله لحظه خلينا نتكلم. كان عندكم معلومه ثابته نقولوها. اسلام اخي لعبت كوره وما لعبتش ما نحكي لك معناتها في اللجان راهم هذوما الكل في الصغار حتى مش في مانشستر ولا وين تحب تحكي في موضوع اخر تو معناتها عاديه هذوما حاجات تصير صغار. يا ترى خلينا نوصل للعباد المعلومه. كان عندنا حاجه مؤكده نقولوها راه ما نقولوش كلام معناتها هكاك ما غير اثباتات. كان متاكد معلومه تفضل قول لي راه سرق انا شفت توضيح انا شفت توضيح على الفيسبوك اليوم الصباح قبل ما نجي شفت توضيح لربما للمدرب بيدو هو يظهر لي اعتذر واحد اللي عملوا راهو غلط باش نكونوا واضحين غلط على الاخر. والاداره النادي كي عملت الاقاله بالنسبه لي انا راهو صحيح. اول حاجه تعرف علاش خاطر باش تحمي المدرب هذايا قدام الاولياء قدام الجماهير. ممكن انا نشوف انها هي ترتح شويه حتى تقفوا معاه في فتره اخرى. بالنسبه نوعيه العقاب حتى كان سرق معناها كلمه الوقت كملت كلمه لا ما باهت في الكلام في البلاتو. ساعه فما واحد كان نجم يخرج بطل في الموضوع الشوفير تاع الكار ما يحلش الباب. تعرفش ما انت صغار في امان عندك يسرقوا بالضبط في الكار مش هذاك العقاب زايد يتضاربوا يتقاتلوا اللي تتصور في بالك امانه صغار. انت مال اولادك هاني ولادي يتعاركوا معايا في الكهرباء من تالي نهبط من قبل 20 كيلومتر. لا قلت لك نوعيه العقاب مش يتعاركوا انت ساعات التلفزيون ما تشوف. لا ما بهت في كلام تاعنا قال لك كي يقول لي في اللجان عادي يسرقوا معناها عادي يصير معناها الاكثر ولا برا اسفل نقول لك حاجه شنو يصير في نقول لك حاجه عادي هذا نقول لك صغار على صغار نسرقوا صغار قاعد على صغار دقيقه بالله سيدي هبط قبل ب 10 كيلومتر ومشى زادوا هما متعاركوا كي هبطوا من قال حل ما يتعاركوا في الشارع. تعديت كاميونه هزت 26 جوار هزتهم قتلتهم. تنجم تقولوا الكلام هذا بلاتو يقبل الولي تاعو. تعرف بالك يجي تحكم نحكم من المنطقه انا مش نعيم من الجمعيه. لا تو انت سمعت قلت لك تعرف ايش معناتها نوعيه العقوبه. تعرف ايش معناتها الناس في رقبتك. علاش قلت لك انا الشوفير بتاع الكار كان يجي يخدم بطل قول له لا يبدا عارزن منه ما نحلش الباب. ايش عنده باش يعملوا؟ يدور الكار يقلب له الكار يقول له نخلط اللوكال ويعمل تقرير بتاعه للاداره بتاعه بتاع الكار اللي كاريها ولا رئيس النادي. شو صغيرات سرقوا سي ونعرفوا انا عنيو في الصغار ما فسلي احنا كنا صغار ولا كبرنا في العمر هذا ما خرجناش على الخط. خرج على الخط بن واحد والهيئه بتاع حاجب العيون كان لازم انها تعمل هكاك في من انا منطلق يا مروان بالله خليني نكمل يا مروان تخلي نفسها نوعا ما من المسؤوليه. مروان معنا نفهمهم نفهمهم كهيئه يا سي مروان خلينا نحكي في المهم ما عادش بكري المدرب خلي يكمل 20 ثانيه نكمل خاطر هذا موضوع خطير برشا. شفت كان نقول التعطير هو الكل توا في الكره العالميه راهو حتى المدرب وحتى المسؤول لازم مؤطر لازم تعطير حتى في حياتك الخاصه. مش اي مدرب تعطيه ولاد صغار. ونجي نقول لك حاجه وحاجه بعيون بالك عندها الامكانيات باش تبعث مدرب ومساعد ومسؤول وكار وفطور ويفطروه ما راهو نعرفوها كار ومعاه مونترنور برك ومعاه حوا بيد وقرد ماتريال وجوار يهز الدوسرات ويهز البيكيات والفرق متطوع معناتها هو هبط صغار وقعد وحده في الكار في بالهم فضل المشكل. يجي هذا يقول لي تنحيت واش يعملوا انا بارون مالا ولدي يهبطوا لي في الكار نمشي نتفرج في دونتيمون يرني لي في يمشي مع اخطر ومن بعد باش يمشي مع اخطر ويمشي وياخذوا في الفلوس من عند الاولياء. وراهو هذا مشكل كبير. المدربين تاع لي جون مش اللي يجي تحك راسك تحط باش تسكت الناس تحط اي مدرب هو بيدو لازم تعطيله لازم يتعاقب. وانا كي جيت بارون نشكي بيه كي جيت بارون قدم لي قضيه السيد المدرب يعطيك الصحه. ولا لما نرجع لا قدر الله عجبني الكلام لا قدر الله تصير بالله استفقنا لا ما سخنتش لا تضحكوا توا خاطر لا قدر الله كان تصير واحد الكبتو تو تفهموا الميساج هذا صارت علي يا جماعه هذه تضحكوا تلعبوا كان تصير الكبتك بين قوسين صارت علي. وعلاش قلت الامر هذا واحد ولدي مشى يقرا باش بعث ولدي مشى يقرا على اساس يقرا الخمسه هو يقرا 5 ونص. الاستاذ نتاع هي تحبه برشا خليته لبرا. بعد ما وصل هو رجع لها متاخر
قتلوا وتمشي تروح. استغربت انا من الامر، كلمت قلت لها من المفروض انك انت لما جاك حتى جاك بكري من المفروض تعلمني انا هذا شو معناها الولي، علاش يتحير، علاش الامر محير. انا نحيت مدرب في اللجان، نحيت مدرب في اللجان من جا الواحد من يم قالوا بنروح خرج في القط في الشارع نحيت المدرب. شكرا ذاكر، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. طارق زياد يعطيك الصحه. اكرم الهمامي، مروان قارة، بارك الله فيك. شكرا. دالي في الاخراج، رمزي في مؤمن في الاخراج الرقمي، رمزي في الاعداد. اجمل تحيات، اسلام.